السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب قلبي في حلقة جديدة من ما بين الشوطين. لو رجع بينا الزمن 20 سنة بس هتلاقي إن الكرة كانت لعبة شعبية بسيطة، جمهور، شغف، وحلم لاعب ناشئ يطلع من تحت لتحت. دلوقتي بقى اللعبة بقت بيزنس، الأندية بقت بتتقيم بمليارات، والصفقات بقت أرقام فلكية، والنجاح بقى مربوط بالأموال. بس هل الفلوس دي بقت كل حاجة فعلا؟ ولا لسه في أندية بتكسب بالروح والتاريخ؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بسم الله، يلا نبدأ. يا ترى الكرة دلوقتي اتحولت لإيه؟ الكرة دلوقتي بقت عبارة عن صناعة فيها مستثمرين كبار، حقوق بس، اعلانات، وارقام خياليه بتدفع. بقى في انديه بتتخلق من العدم لمجرد بس ان فيها فلوس، زي ما حصل طبعا مع مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، وبيراميدز في مصر. لكن النجاح مش دايما مضمون، ومش كل مشروع بمليارات بيكسب. طب الفلوس ممكن تشتري كل حاجه الا حاجه واحده بس. الفلوس ممكن تشتري افضل مدرب، افضل لعيبه، احسن ملاعب، بس ما تقدرش تشتري الهيبه ولا الجمهور ولا الشخصيه اللي بتكسب بيها بطولات. في فرق اختارت الطريق السهل بس اتاخرت قوي على ما وصلت، زي باريس سان جيرمان مثلا. بدأ المشروع بعد استحواذ قطري من سنه 2011، جاب نيمار ب 222 مليون، جاب ميسي، جاب امبابي، وفضلوا سنين يخرجوا من دور ال16 ودور ال8، ما وصلوش لاي حاجه لحد ما اخيرا كسبوا دوري الابطال السنه دي. وعندنا برضو طبعا مانشستر سيتي، اشتروا النادي في 2008، فضلوا يصرفوا فلوس كتير جدا وغيروا مدربين كتير جدا لحد ما اخيرا جابوا جوارديولا، بدأ يبني منظومة كبيرة جدا، صرف فلوس كتير، بس اخيرا كسبوا دوري الابطال 2023. ده للتاريخ، ارفعها وشيل الغالي يا جوندوجان. عندنا بقى في مصر مثال طبعا عارفينه كلنا، هو بيراميدز. من نادي مغمور اسمه الاسيوطي لمنافس قوي جدا في مصر وافريقيا. صرفوا كتير جدا، جابوا لعيبه كبار من الاهلي ومن الزمالك ومن كل حته، لحد ما برضه كسبوا دوري ابطال افريقيا السنه دي. بس في سؤال دايما بيتسال، هو جمهورهم فين؟ ابطال افريقيا مصريا، وبيراميدز يرفع كاس البطوله عاليا هنا في هذه اللحظات. بيراميدز من الباب الكبير في ليله حلم التتويج بالاميره السمراء. ساعات لما التاريخ بيتكلم الفلوس بتركن شويه، زي مثلا عندنا في مصر الاهلي والزمالك. الاهلي فلوسه اقل من ناس كتير، عنده فلوس بس اقل من ناس كتير. كسب دوري الابطال 12 مره، عنده جمهور كبير، عقليه بطل، اداره بتفهم طول عمرها. نادي الزمالك دايما بيحارب رغم كل الظروف. جمهور الزمالك اكبر من اي مشروع مؤقت، واكبر من اي فلوس. لو خرجنا بره مصر هتلاقي في برشلونة، ريال مدريد، ميلان. لو اتكلمنا عن برشلونة طبعا فريق بنى مشروعه بالكامل على الاكاديمية بتاعته. ميسي، بوسكيتس، تشافي، انيستا، العالم كله وقف على رجل لما بدأ يشتري من غير تفكير، خسر شخصيته. تعال ريال مدريد مش بس بيشتري، ده بيحط الفلوس في مشروع ناجح في كل حاجة، معاه 15 دوري ابطال اوروبا، ما هيعوزوا ايه تاني؟ وعندنا طبعا ميلان، كان في يوم من الايام وحش اوروبا لحد ما فلوسه اختفت، فالنادي اختفى معاه، وسوء الاداره ضرب النادي. طب بعد اللي انت قلته ده كله يا كابتن محمد، هل الفلوس بتحكم فعلا؟ طبعا الفلوس مؤثره جدا، بس النجاحات الكبيره بتيجي بس لما الفلوس تتوظف صح. مش دايما اللي بيصرف اكتر بيكسب اكتر. الفلوس في الكوره سلاح بس مش ضمان فوز. في فرق اشترت المجد، وفي فرق بنته بالعرق. السؤال هنا مش هل الفلوس مهمة، السؤال هنا هتعرف تستخدمها صح؟ لو عندك رأي تاني اكتبولي في الكومنتات، وما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم محمد فريد ما بين الشوطين.